السلام عليكم. هنعمل النهارده ام علي بكل تكاتها بقى وحركاتها النهارده. هتعمليها من الفضلات او الرقائق الفطير المشلتت اللي متبقيه معاكي. انا كنت عملت فطير مشلتت طبعا معاكم و وكان كمان عملته تاني اتبقى معايا اللي هو المقرمش اللي من بره دوت، اللي هو الفضلات اللي تبص تلاقيها فاضله معاكي دي عملت منها ام علي. تمام. وكمان برضو جبت رقائق الملفي عشان نعملها على اصولها. تمام. هقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي. جربوا يا جماعه رقائق الفطير المشلتت دي هتعجبكم قوي. احنا ممكن نعملها من الفطيرات اللي فاضل برضو من الجلاش. جلاش عندك مكسر في الفريزر ومش عارفه تستخدميه، هتحطي له معلقتين من السمنه وهتحمصيه في الفرن وهتستخدميه. عندك اللي باقي من الجلاش زي كده الفطير المشلتت قصدي، انا كمان حمصته زياده في الفرن تاني لان بحب الحاجه تبقى مقرمشه زياده. لكن انت ممكن تستخدميه زي ما هو اللي اتبقى معاكي من اللي فاضل من الفطير المشلتت، تستخدمي زي ما هو. والتكه اللي بعد كده كمان اهو الجلاش اللي اتبقى في عيد ميلاد بنتي شيلته برضو وعملت منه ام علي. ازاي انا يعني هنعملهم خالص كده بايدي، فرفتهم وهبقى برضو هرشهم على الطواجن بتاعتي. انا معايا اهو عجينه او رقائق الملفيه اهو ببتدي اكسرها، سواء تكسريها كبير او صغير ده يرجع لك. تمام. انا بحب اصغره شويه. تمام كده. يبقى انا هكسر الرقائق اللي بالفي وبعدين هبتدي اوزعها في الطواجن بتاعتي. هستخدم معايا هنا اللي باقي برضو هعمل الطاجن بتاع الفطير المشلتت دوت لوحده عشان تبقوا عارفينه. تمام. اللي هو المختلف ده احط تلتين الطاجن اللي هي الرقائق دي. تمام. وتقريبا بالظبط هما كانوا بالظبط يعني يعني هما وزعتهم كان الطبق بالظبط على قد اللي هما الخمس طواجن دول. يعني هما يعملوا لك ستة عشان في طاجن هنا اكبر من الاربعه التانيين دول. تمام. ده بقى المختلف اللي بقول لكم عليه، ده بقى اللي هو اللي فاضل من الفطير المشلتت هتعملي منه ام علي زي العسل. تمام. انا بالنسبه لي ده كان احلى كمان في الملفيه. ده كمان التكه اللي بقول لكم عليها اهو. ده كان جلاش باقي من عيد ميلاد سما. تمام. وكسرته بالشكل ده. وكمان كان عندي حتتين بسبوسه برضو رحت فرفتهم عليهم كده. لذلك انا هقلل السكر شويه هنا لما اجي ادوبه في اللبن. ابتدي دلوقتي اوزعه على الطواجن بعد ما فرفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الجلاش اصلا كان مسقي طبعا شيرة او سيرب او كده، ففي تعتبر فيه سكر، فعشان كده هقلل انا السكر. انت لو مش هتحطي الخطوه دي فظبطي السكر بتاعك زي ما انت عايزه. اهو وزعت اهو وزعت اهو البواقي بتاعه الجلاش والبسبوسه اللي عندي. تمام. يبقى التكه الاولى ان انا استخدم النهارده الفطير المشلتت، والتكه التانية ان انا استخدم اي فضلات تتبقى منك من عيد ميلاد من بتاع. ده كله مش هتستغني عنه وهتعملي منه حاجات كتير، بس هقول لكم حاجات تانية كتير كمان غير ام علي. ام علي بقى حلوه ان انت بترمي فيها كل حاجه يعني. تمام. انا معايا هنا كيلو من اللبن هدوب فيه تلت كوبايه سكر. تلت ليه؟ عشان زي ما قلت لكم انا ضايفه البسبوسه والجلاش دول، فما بحبش الحاجه مسكره قوي، اخليها معتدله. تمام. انت ممكن تحطي كوبايه الا ربع سكر في الكميه دي هتطلع لك تحفه ومظبوطه جدا. هنسقي بقى اللبن اهو، اللبن هو سخن يبقى انا دوبت في اللبن ده السكر بس كده. تمام. لحد اخر جلاشيه كده او قصدي اخر ورقه في الملفي هتحطي اللبن. تمام. انا ما بحبوش يعجن، فانا عايزاه مش عايزه احط اللبن يعني اباين في الجلاش في ام علي. تمام. واحط بعد كده نص معلقه زبده بقري، انا كان عندي زبده بقري مسيحاها
فهحط في كل طاجن زي كده نص معلقه، مش هحط كتير. وكان عندي كريمه لباني. الكريمه اللباني ديت بتديني طعم القشطه بالظبط يعني، فانا بستخدمها في الحلويات وبستخدمها في الحادق كمان. دي للحلو والحادق. هنا حاطه في كل معلقه صغيره في كل طاجن. تمام كده. ودي كمان بحط على برضو رقائق الفطير مشلتت اهو. حلو كده. وبعد كده هضيف بقى فول سوداني، حابه تضيفيه مش حابه تضيفيه استغني عنه عادي جدا. تمام. بس كده معايا ام علي خلصت على فكره، مفيش اي حاجه تاني غير ان انا بقى هحطه في الفرن على اعلى درجه حراره على 200 يعني. تمام. وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا اللي هو بتاع مش هتتحمص بالزياده، لان زي ما قلت لكم انا حابه ان هو يبقى كده. انت ممكن ما تستغني عن خطوه ان هو يتحمص قبل ما يتحط عليه اللبن. تمام. وادي هو عجينه رقائق الملفيه. تمام. حابه بقى تعملي وش من فوق، ممكن تجيبي كريم شانتيه، واول ما بيخرج من الفرن تضيفي الكريم شانتيه من فوق، هيديكي كانه اللي هو بيطلع زي شبه البشاميل ده كله كده يعني، ليه وش ابيض كده وحلو من فوق وقدام. انا ما كانش عندي كريم شانتيه فاكتفيت بكده بس. طبعا ده الوش بس اللي هو متحمص، لكن هو طالع طري جدا وزي ما انتوا شايفين كده، لا معجن معاكي ولا اي حاجه، وطالع طعمه تحفه. بالهنا والشفا، يا رب يكون بالهنا والشفا.